انا حضران الفيلم شي مرتين قبل مره بس ما عم بفهمه. عرفت كيف ياسر؟ ياسر وين صفنان؟ ياسر شبك؟ وين صفنان؟ خليها لربك احسن شيء. قلي لشوف شبك؟ ما في شيء، عينوا لنا بالشركه مدير جديد. وين مشكله يعني؟ ليش مهموم كل هالقد؟ لانه الهيئه انها سيئه. سيئه؟ عينوا لكم مديره ياسر؟ يعني مرأة؟ اي ستي مرة، والله يجعلها مرة، بس الله وكيلك يا منى العن من 60 رجال. نعم. طيب ياسر انت شو اللي مضايقك يعني؟ اذا كانت مثل الرجال ولا مثل النسوان؟ لك انا مو مضايقني فصيلتها، ان شاء الله بتكون بقرة. انا اللي مضايقني انه لا بتنحلب ولا بتنجلب. ما تشوفيها شو كانت عم تتصرف معنا اليوم؟ ما بتقولي عننا مدراء فراشين؟ ايوه اسمع لي اقول لك، يعني كل واحد يلتهي بشغله ويلزم حده، ما بتقرب ناحكم. لك حبيبتي هذا الحكي كله ما بصير، المصلحة فوق كل شيء. يعني إذا ما أخذنا وعطينا مع بعض مثل العادة، يا الله وكيلك ما بفوت على جيبتي قرش مصدي فوق راتبي. ولي ما بفوت على جيبتك قرش مصدي فوق راتبك؟ ياسر اسمع لي اقول لك، تاخذ بتعطي معها بسلاسة بدبلوماسية بتسايرها للمخلوقة. بس حك ياسر الله يوفقك، هي بتضلها مرعة وبتحب الدبلوماسية واللطافة والقطافة. قطافة ولطافة؟ لك أنا قطافة وأنا لطافة هي؟ لك الله وكيلك يا منى الحكي مو مثل شوف. لك هي مرة شرسة شرسة. عروزانا كل الحالة فيها، شو عملت الروزانا الله يجازيها. تررم عروزانا. خير استاذ عبد؟ شو بها عينك؟ شو بها عيني جنجول. سلامتك استاذ عبد سلامتك. خلص روح خلصنا. استاذ عبد يعني يا اخي بلا يا خلصنا روح. بس من شان طلب لك اخي روح اعمل لك. تشرب شاي؟ لا ما بدي. هاتولنا قهوة. زيت ابني، كل شيء متأخر فوق ال5 دقايق ترفع لي فيه عقوبة خصم 5% مدة شهر، وعلى أن يكتبوا تعهد بعدم تكرار التأخر مرة ثانية، واللي ما بيرضى يكتب هذا التعهد ترفع لي مدة العقوبة 3 شهور. حاضر استاذي. لحظة. تفضلي استاذي. وبتقول لهم اللي عجبه عجبه واللي ما عجبه قدامه حلين، يا بيستقيل يا بيروح على فرعنا بدير الزور يعمل برونزاج هني. ماشي استاذي. لحظة. تفضلي استاذي. وين سجل رؤساء الأقسام؟ ولا على راسه الريشة؟ لا العفو استاذي، القصه مو قصه ريشه، بس ما في اوامر بتنص انه رئيس قسم يفوت يوقع انه فات على الدوام، يعني ما حلوا بحقهم. خلصوا؟ عفوا. خلصت محاضرة؟ لا عفوا انا ما قصدي اقول محاضره، انا قصدي اقول انا اللي بقول، ما حدا غيري بهالمديريه كلها بيقول، انا اللي بقول وانتم بتنفذوه، انتم شغلتكم هون وانكم تنفذوه. قال ما حلوه، قال ان شاء الله بيحلى وبرك انت وياهم. خلص ماشي استاذي مثل ما بدك، انت قولي ونحن بننفذ. تطلع من مكتبي مباشره بتنظم جداول باسم رؤساء الاقسام وبتبلغهم هالكلام، وبتبلغهم كمان ان اللي عجبه واللي ما عجبه قدامه حلين، يا بيقدم استقالته يا بنتقل على الفرع الثاني بدير الزور مشان يساوي برونزاج. ما شاء الله شو حفيظ، نعمل وشي. حاضر استاذي. هو حمار اللي يرفسها هي وهالجمله اللي حملتها ودايره فيها عم تخفف دم على اساس بعرضي كرهته للبحر. كرهته بس ما بكون انا عبد اللطيف اذا ما بكرهها اليوم اللي خلقت فيه. ايه بس دير بالك عبدها، يعني القصه اللي صارت معك الحق عليك 100%. انه شو هالجرأة اللي دبت عليك لحتى تقول عند على البيت؟ ومن شان شو؟ مشان تفهمها انه هي مو طريقة حوار قدام الموظفين. ومع انك بتعرف منيح كمان انه لما بتصرخ فينا صوت بترفعنا كلياتنا 6 شبار عن الارض، ومع هاد بتروح لعند على البيت. شو لك جنيت لك عبيد؟ سيدي حميد ربك انه نقضت على هيك وما جابت لك الشرطة. ما بتعرف شو بتكون مخبت له اليوم كمان. فوت. صباح الخير يا اساتذه. صباح النور. مبروك شباب.
طارت المديره؟ المديره؟ شو طارت ما طارت؟ المديره رسمت لكم سجل مشان الدوام، اللي بيفوت بيوقع انه فات على الدوام، يعني صار شيء نظامي ورسمي. قالوا قلت لكم اللي عجبه عجبه واللي ما عجبه قدامه حلين. اول حل يا بيقدم استقالته يا اما الحل الثاني بتفرزوا على دير الزور مشان يعمل بروزاج. ماما ملك، الله يرضى عليكي، خفي عن هالموظفين شوي، حرام عليكي. وهالمنام اللي شفتيه لأنه ضميرك عم بيأنبك، وأكيد الموظفين بيكرهوكي لأنك قسيانة عليهم. رح يصل لك قرابة السنة وأنت نازلة أهرمة فيهم، لك ما بتخافي حدا من المديرية يأذيكي؟ مين قال لك يا أمي؟ أوقات بخاف، مو ترعبة، بس بقول أبدا لازم ما أتنازل، لازم ضلني ماسكة بزمام الأمور. ما اختلفنا، بتقدري تمسكي زمام الأمور وهن حابينك لك بنتي. وأنا عم فكر بمناسبة مرور سنة على تعييني، عم فكر يعني خفف عصبيتي شوي. ايه تقبريني، بنوبك ثواب فيهم، والله شفقان قلبي عليهم. بس بيني وبينك خايفة يفلتوا. بعد اللي شافوا منك مستحيل يفلتوا. بعدين لك بنتي انت نفسيتك بترتاح، والله انا حاسه انك بحرب مو بوظيفه. يعني نخفف الدوز شوي. ماما ما في احسن من الواحد انه يشتغل طبيعي. لما بيشتغل طبيعي كل الناس بتحبه، ولما الناس بتحبه بتعطيه من قلبها لانها ما بتكرهه. صباح الخير استاذي. صباح النور ابو احمد. صوتك حلو يا درسان، ليش ما بتقدم على السوبر ستار؟ شو وشك حلو ومورد اليوم، عم تنام منيح؟ الحمد لله استاذي الحمد لله. الحمد لله يعطيك العافيه. الله معك. تعال ابني. صباح الخير استاذي، تفضل يا موري. انت مقدم على سلفة على راتبك لانه احد اقربائك عم بيعاني من ظرف صحي؟ ايه مزبوط، خلص انا ما بدي السلفي، ما بدي اصلا. لك شو بك ابني؟ مر على سكرتيرتي اليوم بعد الدوام، خذ موافقة موقعة. تفضل. صباح الخير. صباح النور. خير. استاذ ملك، يا ميت اهلا وسهلا، زارنا النبي، اهلا وسهلا. انا بس حبيت اني اقول لك مبسوطة كثير من شغلك، يعطيك العافية. شلون؟ شو شلون؟ عم بقول لك يعطيك العافية. الله يعافيك يا استاذ ملك، وهذا واجبنا. تفضل شوف شغلك. شو هي خوته؟
شو صاير لها؟ بعدين شو هاللطافة اللي فاتت فيها؟ لا تكون ناوية شنية. الله يجيب العون. لك الله يسعد لي هالصباح. ايه؟ جايب لك خبريه بتسوى مليون ليره. هلا كنت عم دق لها. اوكي. عم بيقولوا ان المديره تغيرت 180 درجه، تغيرت كل معاملتها، يعني كانك اخذتها وجبت وحده ثانيه بدالها. كنت قايل لك على الحكي. يعني وصلك الخبر؟ لك انا وصلني، كانت عندي هون. لك يطلع من ابوابك عبد اللطيف، دافنين وسوا شبك، نسيت؟ لا لك يا سيدي، شو بكذب عليك انا؟ يعني ما اجيت تسمع عليك لحتى تروح تعمل برونزاج؟ يا رجل